لو بتشتري شقة او بتشتري ارض او بتشتري اي حاجة، فالفيديو ده ليك، علشان هقول لك فيه على تفصيلة مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها وانت بتمضي على عقد البيع. الحاجة دي لو انت تلاشيتها او ان انت اغفلت الموضوع ده، ممكن العقد يبقى قابل للبطلان ويحصل مشاكل فيه كتير جدا. طيب ايه الحاجة المهمة دي علشان فلوسك ما تضيعش عليك؟ لما تكون بتكتب العقد، عقد البيع غالبا بيبقى مكون من 4 أو 5 صفحات على حسب البنود اللي بتتحط في العقد. فلما تيجي توقع على العقد او تمضي على العقد انت والمشتري او المشتري والبايع، لازم الامضة تكون على كل الاوراق بتاعه عقد البيع، علشان ما يجيش البايع لاحقا يشيل منه ورق او حد يشيل الورق في النص، علشان مش هنعرف ايه اللي كان مكتوب. لان الورق طالما مش متوقع عليه، في الحالة دي ممكن اي حد يشيل او يحط ورق. لكن الورق لو متوقع عليه ومتسلسل 1 2 3 4 بارقام مسلسله، في الحاله دي هيبقى من الصعب جدا ان الورق ده يتبدل. طبعا هنا مش بقول ان العقود اللي ما اتمضاش عليها كلها باطله، ولكن لازم يكون في تتابع او تسلسل في التوقعات، علشان انت ما تبقاش مضطر ان انت تثبت ان الورق ده ما تعدلش، خصوصا ان الورقه الاخير ما بيبقاش موجود فيها غير بند المحكمه المختصه وشرط جزائي مثلا، تبقى حاجات بسيطه. لكن الاوراق اللي قبل كده بيبقى فيها وصف العقار، مساحه العقار، سعر العقار، والحاجات دي كلها مهمه جدا جدا جدا، علشان ممكن هو يشيل الورقه بتاعه وصف العقار او رقم العقار او المبلغ اللي محطوط في العقار، فيقول انا بعت العقار بكذا وعايز افسخ العقد، فبالتالي تضطر ان انت تثبت ان الورق ده ما اتشالش، وهيقع عبء الاثبات عليك كمشتري، ده وفقا لنص الماده 14 من قانون الاثبات. فيا ريت يا جماعه نخلي بالنا من القصه دي كلها ومحدش يقع فيها. يا ريت نعمل اشتراك في القناه، واستنوني في معلومه قانونيه جديده.